اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، وحبيت ابدا اليوم معاكم كده بكوبايه النسكافيه علشان نقوم نشوف ورانا ايه. طبعا قبل اي حاجه ما تنسيش تحط لايك للفيديو، ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان نسالكم الدعاء لبابا بالرحمه والمغفره. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يتقبل دعاءنا جميعا ويرحم بابا وخاله وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. يلا بينا بقى يوم جديد وفيديو جديد وروتين قوي جدا. النهارده بقى هنعمل اوضه النوم، بما اننا خلاص خلصنا اوضه الاطفال ونضفناها. يلا بقى بينا نخش على اوضه النوم علشان نبتدي كده ايه، اسبوع جديد وروتين كده جديد. وكل يوم كده نعمل حاجه في الشقه، نخلي شقتنا على طول بتبرق كده وزي الفل. فطبعا يلا بينا ايه، اللي مش مشتركه في القناه تشترك بسرعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل فيديو جديد من الفيديوهات اللي جايه. عايزه اعرفكم بنفسي، انا نور عماد، ودي قناتي هقدم معاكم فلوجات وروتينيات وميزانيات وكل ما تتخيلوها اقدمه معاكم باذن الله. طبعا نسيت اهم حاجه، المشتريات اللي كلنا بنحبها، سواء مشتريات في المطبخ والخزين والكلام ده، سواء مشتريات للبيت عادي او ملابس او ميك اب اكسسوارات، كل ده باذن الله هشاركه معاكم. فيلا بينا بقى النهارده كده نشوف هنعمل ايه في اوضه النوم. واول حاجه عملتها وبحس ان هي بتنجزني بسرعه، يعني ان انا هغير الملايه، فكده نص الاوضه خلصت. دي اول حاجه بعملها. غيرت بقى كده الملايه وفرشت الملايه كده نظيفه وجديده، وبصوا بقى لونها جميل قوي، يعني عارفين كده اللي هو مديني بهجه كده في الاوضه. فبصراحه يعني ما شاء الله بحب لون الملايه ده قوي، وبحب كمان خامتها قوي، فعشان كده يعني تلاقيني على طول بفرشها. طبعا بحب انوع معاكم في الفيديوهات يعني، وكل مره بقى طقم ملايه مختلف، بس يمكن ده يعني من الحاجات كده اللي من ورا الكاميرا انا متعلقه بيه شويه. فيلا بينا بقى ايه، نغير كمان اكياس المخدات ونشوف هنعمل ايه في باقي الاوضه. طبعا الخطوات اللي احنا عارفينها، اي كركبه ممنوعه، الكركبه دي كلها بتتشيل. اي درج فيه اي كركبه طلعي، اللي مش محتاجاه طلعيه لله. الحاجه اللي مش محتاجاها خالص وعايزه تتخلصي منها وهتترمي ارميها، ما تستنيش هتفضلي مستنيه وتقولي لا اصل بكره هستخدمها بعده هستخدمها، الكلام ده كله والله الحاجه بتفضل مركونه ومش بنستخدمها في الاخر طالما خلاص يعني عندك بديل ليها. فهستغني عن الحاجة دي لحد يكون محتاجها. عندك كركبة مكان العيال في اي درج من الادراج، نضفيه وشفطيه كده بالمكنسة. عندك ايه تاني؟ مثلا ملابس عايزة تشيليها ومش محتاجاها تاني فطلعها برضو لله. عايزة بقى تغيري الشتوي والصيفي والكلام ده كله، طبعا ده الوقت المناسب لتغيير الصيفي والشتوي يعني. فما تستنيش لحظة واحدة واعملي كده. انا بصراحة ما حبيتش اشارك معاكم الهدوم وكده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، يعني قلت ايه، انا هنقل الصيفي والشتوي مع نفسي. طبعا البطانية التقيلة شلتها، يعني مش هستخدمها تاني. ما فيش بس غير البطانية الطبقة الواحدة دي سايباها ايه عشان الجو الايام دي بيسقع شوية بالليل. فحتى برضو عند ميري كولوسيند سايبه لهم برضو بطانية كده خفيفة طبقة واحدة علشان يتغطوا بيها بالليل. هنا بقى لمعت كمان التسريحة، لان هم على طول يقفوا على التسريحة. انا بصراحة مش فاهمة ايه غايتهم ان هم يقفوا على التسريحة من فوق، بس ما علينا. فعلى طول الاقيها ملحوسة فلمعتها، ولمعت كمان ما تحت المفرش يعني وحطيته، علشان بقى قررت اللي هم يقعدوا في اوضتهم. وهرص حاجتي على التسريحة، يعني مش حاجتي كلها، يعني احاول على قد ما اقدر الحاجة اللي انا بستخدمها يوميا بس، علشان انا ما كنتش بعرف احط حاجة خالص على التسريحة بسبب اللي هم بيبهدلوا لي حاجتي ويقعدوا يلعبوا بيها ويبهدلوا نفسهم والكلام ده كله. فقررت بقى ان انا احط حاجتي تاني على التسريحة وهم بقى يقعدوا في اوضتهم. هيقضوا باذن الله الصيف ده في اوضتهم، وهيكملوا بقى على طول في الاوضه بتاعتهم. ما اشوفش حد فيهم داخل اوضتي تاني. دي خلاص هتبقى خاصه بيا انا بس، مش هدخل حد فيها. هنا بقى قلت ايه، اشغل كده المكنسه والمع قصدي اكنس الارض كده على طول، ما اخلي فيها اي ترابايه، علشان لما اجي امسح كده ايه، تبقى الدنيا قدامي نظيفه، ما الاقيش بقى في الميه كده تراب وحاجه كده ما يعلم بها الا ربنا يعني. فقلت ايه، اكنس كده كنسه حلوه بالمكنسه علشان امسح على طول. عايزه اقول لكم كمان ان انا باذن الله يعني كملوا معايا الفيديو للنهايه، علشان هعمل معاكم الغدا النهارده، وكمان هعرض لكم شغل الكونكريت، يعني خامة وشغل وفينش عالي جدا. فكملوا معايا الفيديو للنهاية. وطبعا اللي عايز يطلب هحط لكم اللينكات في اول كومنت مثبت، وكمان هسيب لكم رقم الواتساب او الموبايل عادي. فتابعوا بقى معايا الفيديو للنهاية علشان الفيديو النهاردة يعجبكم قوي،
وهعرض لكم كده حاجة من الشغل الجديد وقولوا لي ايه رأيكم فيها. وكمان ما تنسوش تسألوا على الأسعار من الرقم اللي انا هسيبه لكم في الكومنتات. فيلا بينا بقى كده نفرش الأوضة زي ما انتوا شايفين. خلاص خلصتها كده. طبعا لمعت الأرض، فرشت كمان الحافظة، نفضتها وفرشتها، وحطيت بقى كده على التسريحة كام حاجة اللي انا بستخدمهم بس. وطبعا اهم حاجة يعني احنا خلاص خلصنا، اهم حاجة ايه؟ البخور. نبخر كده، يا اما بقى نرش معطر زي ما انت حابة، بس انا بصراحة حبيت اللي انا بخر ده. طبعا البخور اللي هو شكل الهرم ده انا جايباه من فترة كده، فقلت ايه، كل كام يوم كده بطلع عود ببخر بيه الشقة كلها. عايزة اقول لكم بتقعد ريحته باليوم وباليومين. بس كده عملنا مع بعض الأوضة. تعالوا بقى اوريكم كده الشغل اللي انا بقول لكم عليه، ونرجع مع بعض نكمل بقية الروتين. بصوا بقى الشغل وجمال الشغل وفينش الشغل العالي جدا، ما شاء الله الله اكبر. شغل الكونكريت بصوا في حتة تانية خالص. فازات، مباخر، اللي انت عايزاه هتلاقيه. صابوني هنا بقى دي توزيعات العيد عشان الاطفال، وسعرها يعني على قد الايد فوق ما تتخيلوا. ادخلوا بقى واسألوا على الاسعار، وشغلها يعجبكم جدا. وبصوا بقى كل طقم يعني ليه سعره، وكل حاجة لوحدها ليها سعرها. يعني لو عايزة قطعة بس واحدة هتعرفي طبعا تاخديها، وبإذن الله شغلها يعجبكم جدا. اتمنى بقى تخشوا وتشجعوها وتشتروا منها. وكمان ما تنسوش هسيب لكم لينك جروب الواتساب، وكمان لينك التيك توك، ورقم التليفون تحت في اول كومنت مثبت، عشان تخشوا بقى تتفرجوا على كل الاشكال اللي موجودة عندها ما شاء الله شغل كتير جدا واشكال كتير جدا هتعجبكم قوي. يلا بينا بقى نكمل الغدا بتاع النهارده. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده خلصت الاوضه، دخلت بقى اعمل كده حاجه سريعه، وقلت اسهل حاجه اعملها هي الكبسه. جبت كده بصلايه ودبلتها كده بحته سمنه وشويه زيت، ونزلت كده ببهارات الكبسه وعود قرفه واتنين الطبق رومي. التاني ده بقى كنت بعمل كيس اندومي كان نفسي رايحه له قوي، فقلنا نعمل كده كيس اندومي في السريع. هنا بقى زودت شويه بهارات علشان حسيت اللي كانت جايباها يعني من بره كانت قليله. كان بصراحة محمد اللي جايبها لي، يعني هو جاب لي الرز البسمتي والفرخة وكده، وجاب لي البهارات، بس انا اصلا كان عندي يعني. فزودت بقى كده هنا بدي كده البهارات بس يعني تشم ريحة النار كده، هقوم نازلة عليها على طول بالفراخ. ما تطولوش عليها عشان ما تغمقش منكم وتمرر. هنا بقى بصوا كان عود القرفة كده عمال ايه عايزة اوريهولكوا بس مش عايز يطلع معايا. نزلت بقى هنا كده بالفراخ، طبعا غسلها غسلة محترمة بمية ودقيق وملح وكمان ليمون، ده اهم حاجة عندي. سبتها بقى تتصفى كده من المية علشان اديها تشويحة في البهارات على طول. ودي يعني اسهل طريقة هتعملوا بيها الكبسة، طريقة سهلة وسريعة، مفيش اسهل من كده. يعني دي بالنسبة لي كده الاكلة المنجزة اللي بخلصها في ثواني، وبتكون فيها الرز وفيها الفراخ وفيها كل حاجة، وكمان فيها الخضار. يعني كده هنحط عليها بقى ايه شوية فلفل كده متقطعين، شوية جزر مبشورين كده. بس انا بقى النهاردة ما عنديش جزر بصراحة، فاعملها بالفلفل بس بصراحة الجزر بيخليها يعني في حتة تانية خالص، بيديها كده تسكيرة كده، تسكيرة كده حلوة قوي. يعني هتحبوها قوي لو جربتوها بالجزر المبشور. هنا بقى كده هدي الفراخ تشويحة، وقلت بقى ايه احط كده ميه تسخن علشان اسقي بيها الفراخ، لان طبعا مش هينفع احط ميه بارده يعني على الفراخ، محتاجه احط ميه سخنه. هنا بقى اديتها كده سنه فلفل اسود بسيطه. عايزه اقول لكم البهارات دي يعني مكتفيه بالملح بتاعها. هنا بقى زودت كده شويه ماجي، وما رضيتش اكمل المرقه كلها علشان الماجي طبعا بتبقى فيها ملح، مش عايزه بقى الرز ايه يحدق مني. حطيت بقى شويه ماجي كمان على الاندومي علشان انا بحبه كده. وعايزه لكم كيس الاندومي ده يعني متعرفوش كان فيه ايه. جايبه احط عليه شويه شطه، قمت دلقه نص برطمان الشطه كله، اللي هي الحته اللي بتبقى مخرمه دي في البطرمانات اتشالت، فلقيت نص البرطمان اتدلق. عايزه لكم كلتم هو كان مولع، حاولت اشيل الشطه على قد ما اقدر وكلت الباقي. وهنا بقى طبعا حطيت المية السخنة على الفراخ وسبتها تستوي براحتها خالص، اكني بسلقها. انا بغطي الفراخ كلها بالمية. اول بقى ما تستوي عايزة تحطي الرز على طول وتسيبيه يستوي في وسط الفراخ تمام. مش حابة بقى الفراخ كده مسلوقة مثلا، او تحسي كده الجلد بتاعها يبقى طري والكلام ده زي يعني، فالاحسن تطلعيها في صينية وتحطيها تحت الشواية في الفرن، هتاخد وش كده ذهبي وهتبقى جميلة قوي، وهوريها لكم دلوقتي.
صعود القرفة هنا ما غلبني، مش عارفة وقع مني نط كده ازاي، بس ما علينا. هنا بقى اصلا البوتاجاز نضيف يعني متقلقوش، انا اصلا كنت عاملة المطبخ قبل ما اعمل الاكل على طول. فطلعت بقى الوراك يعني يعني الورك كامل، الدبوس بالفخدة وكده، وسبت بصراحة بقية الصدر يكمل سواه. قلت علشان بيبقى طبعا عارفين ان الوراك بيبقى سواها اسرع، فهي دي بقى اللي طلعتها الاول. طبعا لو استوت والفراخ مثلا صغيره طلعيها على طول، بس انا الفرخه دي كانت كبيره وكان الصدر ما شاء الله هو اللي مليان قوي. حطيت بقى عليها كده الرز وقفلت عليها، غطيت يعني قلبته كده وقمت قفلت عليه الغطا علشان يستوي ايه براحته. هنا بقى جبت كده كام قرن فلفل اخضر اللي هو الرومي العادي، وقطعتهم كده مكعبات وهنزل عليها على الرز كده. بس طبعا الرز هو اتشرب شويه عشان الفلفل ايه يعني يحتفظ بلونه شويه، فاهمين قصدي؟ ممكن كمان تحطيه متاخر شويه عن كده، يعني انا حسيت بصراحه اني انا حطيته بدري شويه كمان. لكن لو اتاخرت شويه هيبقى لونه ايه، هيبقى احسن يعني. لكن طبعا لو عندك جزر مبشور فالاحسن تحطيه مع الرز. وبس كده طبعا الكبسه بتاعتي كانت خلصت يعتبر. وهنا بقى حطيت الفراخ تحت الشوايه زي ما قلت لكم تاخد لون كده سريع. وبس كده الاكل بتاعي خلص النهارده. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. طبعا ما تنسوش اللايك للفيديو بفكركم تاني، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. تمام تمام. طبعا اهم حاجه ما ننساش نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكمان ما ننساش ندعي البابا بالرحمه والمغفره، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى حطيت كده الرز، وحطيت كمان عود القرفة كده كمنظر يعني من على الوش كده. وكمان كنت عايزة اقول لكم ان شوفوا لو حابين مثلا فيديوهات معينة الفترة الجاية اكتبوا لي في الكومنتات، وبإذن الله هعمل اللي انتوا تطلبوه. طبعا الفراخ هنا بقى خلاص استوت، فهطلع بقى على قدنا كده يعني، قصدي يعني اتحمرت، فهطلع كده لكل واحد حتة على قد ما هناكل. وبس كده الفيديو بتاع النهاردة خلص، واشوفكم في فيديو جديد.